أنصار شبيبة القبائل، نحتاج إلى دعمكم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة. تفاعلكم معنا يساعد في نشر محتوى مميز ويعزز من روح الفريق لنستمر معا في دعم شبيبة القبائل. شكرا لكم. إدارة مولودية الجزائر تضاعف عرضها للاعب شبيبة القبائل. يبدو أن إدارة مولودية الجزائر ورئيسها محمد حكيم حاج رجم لم يرموا المنشفة بعد بخصوص اللاعب آدم رجم، حيث علمنا أن هذه الأخيرة قدمت عرضا جديدا ومضاعف للرئيس الهادي ولد علي بخصوص اللاعب، فيما يواصل الرئيس القبائلي رفض تحويل لاعبه لنادي مولودية الجزائر، وذلك بعد استشارة مع المدرب عبد الحق بن شيخة. رحيل آدم رجم أثار ردود فعل متباينة بين أنصار شبيبة القبائل. البعض يشعر بالحزن لفقدان لاعب موهوب قدم الكثير للفريق، بينما يرى آخرون أن هذا القرار قد يفتح المجال لمواهب جديدة. في النهاية يبقى شغف الجماهير وحبهم للنادي هو الأهم، ويدعون الإدارة لتحقيق الأفضل في المستقبل.